ايه اسباب تعادل النادي الاهلي امبارح مع صن داونز؟ من وجهة نظري ان انا الشخصيه اللي انا كنت اتكلمت فيها قبل الماتش، ان صن داونز فرقه رخمه، فرقه بتلعب كوره، فرقه بتبقى قريبه من بعضها، فرقه ما ينفعش ان انت تجاريهم في اللعب، لازم تلعبهم بكلاحه. اللي حصل ان مستر كولر لعبهم بضغط عالي في اول ربع ساعه، وفعلا انا يعني واحد من الناس، انا يعني الخطه دي كانت ممكن تيجي بكره عبد القادر، لو كانت جت جول كانت الدنيا اتغيرت. بس طبعا النادي الاهلي في الضغط بتاعه ما كانش بالقوه، وكانوا بيقدروا يخرجوا بالكوره. طبعا القصه بعد اول ربع ساعه صن داونز قدر يقف على رجله، وقدر ان هو يشكل عليك خطوره. مشكلة مستر كولر إن هو بيلعب بشكل هجومي بطريقة كبيرة يعني. فكان فاتح خطوطه مع صن داونز، وصن داونز ما يتفتحش معاه خطوط. فصن داونز أسرع فرقة في أفريقيا.